سرقت المباراة. عايزين يخلوا بطل الكاس العالم اللي فات يكون موجود، عايزين يخلوا ميسي موجود. عطوه هنا كاس العالم، عطوه. ايش هذه المسخره كانت؟ اقرب شيء لما تدخل السياسه في الكوره. خدنا كاس العالم خلاص، احنا ابطال العالم، احنا ابطال العالم. يلا ميسي، فينو ميسي. وانتهى الحلم المصري. والله حلم. تبعت تأكدت بأن كاين المشترى في الكورة. احلف بالله واتحاسب على حلفاني، هي كانت 3-3، والله انها كانت 3-3. اللي حصل في ماتش النهارده بسبب الحكم ده والله اكبر هارد لك المنتخب مصر. صفر لمصر، انا ما فهمت. سيناريو بالحرام، اقسم بالله سيناريو بالحرام. الفكره بقى احنا كسبنا بقى ايه؟ ان احنا عرفنا واتاكدنا اكتر ما احنا عارفين ان ظلموك يا مصري، ظلموكي. قرفت. ليش العرب دايما يا معلم قدام الاجانب جرب؟ المباراة مبيوعة والفيفا مدفوع لها. مصر تقساط. ايه ده يا لهوي. امن العرب الوحيد والامه العربيه والاسلاميه المغرب. لا يفتهلوا بونيكي. عملت كل إشي بكرة القدم، كل إشي ممكن انك تفكر فيه. لأول مرة في حياتي بسجل فيديو والمباراة شغالة. مصر الى الدور الثاني، عرفتها باللي يروحوا من الاول. كنت اخسر من الاول، ما كنتش اوصل لكل ده. واحنا ليه ما عندناش حاجه بتكمل؟ كيفاش كان الجزار شو جول لغى هدف، والهدف الثاني. كنا رجاله وسدينا ولعبنا حلو. المرحله دي صعب الواحد ما يزعلش، لانه احنا كنا قاب قوسين او ادنى، احنا كنا مسكين. لن اقول هارد لك للمنتخب المصري، ساقول الف مبروك للمنتخب المصري على هذه البطوله. عطوا ميسي كاس العالم، عطوه. ليش مطولينه ومخلين نهائي ما نهائي؟ عطوا اياه هنا، عطوا اياه في هذه المباراه، جيبوا كاس العالم هنا، عطوا ميسي. ما تحسنوها مصريين وحق الرب، كمغربي حر. ما فازوا على مصر إلا بالتحكيم. هنا ضرب على وجه اللاعب وشاهد ما شافش حاجة، وهنا لو شعر على حيحسبوه فاول، وهنا شوف طنش يا رجل، ارجع للفار، هذه مو فاول، ما شاهد رجل صلاح، لكن أي خطأ لصالح الأرجنتين يشوفوه بكل دقة، لكن مو لصالحهم قلناها شاهد ما شافش حاجة. كفي فضيحة الجزائر اللي طرد والحكم ما كان يشوف. ايه ده يا لهوي. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. انا عاوز اعيط، ده انا غلبان. يا مصر ايه السيناريو ده يا مصر بتعمليها ازاي؟ يلا غنخرجوا نغنيو يا مصر بتعمليها ازاي. لكن ميسي له رأي آخر. يا ربي والله العظيم إلا فرحت معاكم وكنت باغي نلبس التوني ديال المغرب ونهز الراية ديال المغرب ونغوت يا مغربي وكيبغي مصر مغربي وكيبغي مصر، وغنهبط لعين الدياب وانتم تهبطوا للنيل ونديروا فيديوهات مع بعضياتنا ونفرحوا لكم. مش هاد السيناريوهات. وثيقي في الكورة، وثيقي انت في الكورة، وثيق انت في الكورة. يا نهار اسود ومنيل. مصر الى الدور الثاني، عرفتها باللي يروحوا دوكا، بصح نضمن لك باللي يروحوا، كنت عارفهم باللي يروحوا.
كنت على الهدف الثاني للمنتخب المصري، صار اول فريق افريقي عربي صح يشرفنا من اللي بدات كاس العالم في 1400 مش عارف وين انتهى. مصر بجداره واستحقاق اول فريق عربي يشرف العرب في كاس العالم في تاريخ كاس العالم. مبروك عليكم، فرحه من القلب خويا، انقذتونا من واحد التطبيل تاع واحد البلاد. مرحبا بكم. لن أقول هارد لك للمنتخب المصري، سأقول ألف مبروك للمنتخب المصري على هذه البطولة، على هذه المباراة البطولية، على كل ما قدموه على أرضية الميدان. صراحة شاهدنا منتخبا قاتل حتى آخر لحظة. سرقت المباراة لما تم إلغاء هدف زيكو. الحكم شاف الكرة وقال امشي. أول مرة الفار بيتدخل بعد الدلال اللي عم تلقاه الأرجنتين حتى تتوج أو حتى توصل أو حتى تبقى. مش كلامي، كلام معلقين عالميين. الفائز في المباراة بالنسبة إلي هو مصر. مصر أداء، قوة، أجمل شوط شفته في حياتي الشوط الأول. بدي أحكي اللي بقلبي، أوكي؟ بدي أفجرها، ما حد يقول لي ليش يا مساعد وليش. أنا يا سيدي العزيز أوكي قرفت ليش العرب دايما يا معلم قدام الأجانب جرب. ليش العرب كسلان؟ كانوا كورة والله غير كورة، ما بنقدر ننبسط مع العرب، بنفرح على الفاضي دايما. شو هالخضوعات؟ 2-0 تقدمنا ما عرفنا ايش انا بنحافظ عليها، ربع ساعة لو قدرت هدف. إلى متى يا عرب؟ آخر ربع ساعة جوا مين؟ حتى آخر رمق، وكل الإشادة كذلك بحارس عملاق يتعملق مع السنوات، يكبر وزنه أكثر فأكثر. أوفا مصطفى شوبير نجم كبير قادم ويستحق حراسة مرمى الفراعنة. ألف مبروك للمنتخب المصري رغم هذه الخسارة، رغم الخروج، لكن بطولة كبيرة قدمتموها. أسرع دخول إلى التاريخ وأسرع خروج منه هو سجله المنتخب المصري، ما قدروش يصبروا في التاريخ حتى 15 دقيقة. دخلوا التاريخ وسجلوا انتصار ضخم على الأرجنتين 2-0 ولم تتبقى إلا دقائق، لكن سبحان الله دخلوا التاريخ سريعا وخرجوا منه بعد ربع ساعة. أقصر مدة للتربع على عرش التاريخ الكروي في مصر استمرت لمدة ربع ساعة. والله قد كان الأرجنتينيين يائسين أمانا، قد ميسي هذا قد كان بدأ يبكي وقد كان يائس. كيف انقلبت الأمور ويسددوا عليكم 3 أهداف في ربع ساعة؟ حاجة كبيرة جدا. عموما على فكرة من ناحية أخرى هو ولا الفار حتى شافها، واعترضوا جميع الجزائريين والإعلام الجزائري يتكلم عليها. ما يبغوا أي شيء، يبغوا ميسي يحقق البطولات لصالحهم مدلل الفيفا، لأنه يفيدهم إعلاميا وماديا ويفيدهم بكل شيء. وما قصرت يا الحكم، والله ما قصرت. لو توزع كروت زواجك مو بهذه الطريقة، كروت ضغط نفسي على لاعبين مصر حتى خلاص يعني توتروا وصارت الأمور خرجت عن السيطرة. أقسم بالله إنكم كفوا، لكن الأمور غصبا عنكم. باختصار ولد الفيفا.
لمصر، أدوا اللي عليهم، حشروا الأرجنتين حاملة اللقب. ما بعرف شو نتيجة المباراة وما بدي أعرف. بالنسبة لي الفائز هو مصر. مصر مصر. تذكروا هذا الكلام. وحقيقة منتخب مصر رفع الرأس بغض النظر عن النتيجة. مبروك لنا. هيك أداء، هيك روح، هيك قتالية، هيك منتخب عربي الدنيا مصر ترفع راسنا فوق. جماعة، هي مش الماتشات كانت 45 دقيقة؟ مين البغل اللي خلاها 90؟ ما هي كانت 45 دقيقة يا باشا. أنا كسبان الأرجنتين شوط أول بطل كأس العالم في 45 دقيقة 1-0. خلاص أنا خلصانة بالنسبة لي وتمام. أنا كده مرضي جدا على فكرة. لو أنت فاكر إن مصطفى شوبير وأنت فاكر مصطفى شوبير ده بيدافع عن المرمى اللي هو واقف فيه، والله ده بيدافع عن شرفنا يا ابني. ده مصطفى شوبير واقف يدافع عن شرفي وشرفك وشرف العيلة وشرف العرب ده واقف يدافع عننا كلنا. ماشية بالستر لغاية دلوقتي. ربنا يخلينا مصطفى شوبير وماشية بالستر. تكمل بالستر، مش عايز حاجة تاني. تكمل بالستر يا رب، تكمل بالستر. بالله عليكم في الكومنتات اي حد يشوف الفيديو بالله عليك كملت لغايه هنا اكتب يا رب تكمل بالستر. قولي ورفع علم فلسطين، ولكن هيهات الفيفا اديك شفت الماتش. كوره انت كسبت الارجنتين، ككوره والله العظيم انت كسبت الارجنتين. تحكيم بقى تعالى، كل حاجه عليك، لدرجه ان حتى الفاولات بقى بيروح يزعق الحكم اللي هو المفروض العدل اللي جاي، اللي هو المفروض يبقى محايد، جاي عشان مع كل احتكاك تيت الارجنتين، تيت الارجنتين، تيت الارجنتين، كلها كده، كلها ماشيه كده. ماشي. الجول اللي انا جبته واتلغى فار عشان فاول. بص يا باشا انا معاك، همشي معاك في سكتك، فاول. الجول بقى اللي هم دخلوه، انا من حقي ان انت ترجع لي للفار، من حقي، ده من حقي انا. انت ما عملتش كده، انت بالعكس. والوقت بدل الضايع يا اسطى، انت مدي 7 دقايق لعبنا فيهم 3 دقايق بس، انذارات وخناقات وطارات سعفان الصغير او كابتن سعفان الصغير. رب ضارة نافعة. احنا كنا نتمنى فوز مصر، لكن مصر في التطبيل. وهذا ميسي والأرجنتين أنقذوا البشرية من أكبر عملية تطبيل كانت ستستمر مدى الحياة. والله لا يعملوا أفلام وأغاني ويطلعوا يقوموا عبد الحليم حافظ من القبر يغني على المنتخب، والمصريين هذول يا لطيف قوموا الدنيا ولا يقبلوا السيسي. الحمد لله شوية هدأنا وخرجنا من هذا التي كانت ستؤذي البشرية بأكملها. انتم لاحظتوا ان الهدف الفوز جاء في الدقيقة الأخيرة، يعني بنفس الوجع ديال السنغال، بنفس الوجع الذي حصل للسنغال حصل لمصر. الله يا مغاربة. خرجوا بهدف الدقائق الأخيرة. المهم الله يرحم لكم الوالدين يا أخواننا في مصر. مرة ثانية نزيد نسمعكم تقولوا مصر أم الدنيا، بنقول لكم وميسي أبوها. خدنا كأس العالم خلاص، احنا أبطال العالم، احنا أبطال العالم. يلا احنا مصر ولا الأرجنتين ولا أي حد، احنا مش شايفين حد قدامنا. احنا مصر. 3 أجوان في الأرجنتين، 3 هتلغي هنجيب برضو. احنا مصر في ربع النهائي غصب عنك انت وهو. ممكن الموضوع بقى يبقى تسويق، يعني هو ممكن يكونوا عايزين يعملوا كاس العالم، عايزين يخلوا بطل الكاس العالم اللي فات يكون موجود، عايزين يخلوا ميسي موجود. لكن احنا عملنا اللي علينا. بشكر لعيبتي جدا وبقول للجماهير المصريه والشعب المصري والعربي والافريقي، بقول لهم كتير من الاوقات ممكن تتعب وتعمل اللي عليك، بس في نفس الوقت في عوامل تانية خالص تبقى بتصعبها. لكن بقول لهم احنا كنت اتمنى ان احنا نفرحكم اكتر من كده، وانا من النوع اللي ما بحبش الخساره، ولما اكون خساره ظالمه زي اللي النهارده، فانا يعني بقول لهم معلش ما تزعلوش، كنا نفسنا ان احنا نفرحكم اكتر من كده، والحمد لله على كل شيء. لكن كرة القدم فيها حاجة غير ما بيحصل في الملعب، في حاجات بتحصل غير الفنيات وغير الماتش. حتى لو احنا بنلعب قدام بطل العالم، لكن في نفس الوقت في مساندة من كل النواحي لبطل العالم، مساندة تسويقية ايا كان. كيفاش كان الجزار ولا 3 جوج صاحبي؟ ومحمد كهربا وحسن حسين واحمد علي كلاي
كيتفطروا بالفول المدمس الصعوبات ربحوا ميسي كيضرب الكالامار وكافيار والسومو شو كتفطر تنسينا صاحبي. دابا المشكل ديال الافارقه هو داك التركيز في اخر لحظه. السنغال مشات بهذه الطريقه ودابا مصر لا ممشات، ولكن الارجنتينيين رجعوا لهم رجعه خايبه. مغاربه يا ربي ما يكونوش. والله شرفتونا، والله شرفتونا يا منتخب مصر. حد توقع ان بيلسون يهزئون في ارجنتينا؟ يعني اللعب اللي لعبتوه يا مصر ما شاء الله عليكم، يعني ما بكون سلبي ابدا. وصح ان في الشوط الثاني وضغط كثير، واصلا لو ما عندهم ميسي ترى ما عندهم فريق. هو يلعب الكروس ويروح يجيب الجول. والتحكيم كان يعني مباراة صعبة جدا، بس والله فخر. يعني صدق استمتعت اشوفكم، واظن فرحتونا كلنا، وترجعون مصر ورؤوسكم فوق. كل حد فخور بهالانجاز اللي لعبتوه، ما يحتاج اتكلم وايد، بس شكرا والف مبروك على هالانجاز، وان شاء الله اعلى واعلى، ونشوفكم. امن العرب الوحيد والامه العربيه والاسلاميه المغرب، غير المغرب ما في. هارد لك حق اخواننا المصريين، لكن التاريخ يسجل. غير المنتخب المغربي ما في صراحه. المنتخب المغربي سجل التاريخ من ذهب، وخلى الناس انها تحلم انه يكون شيء هذا سهل. صح اللي قدموه المنتخب المصري شيء كبير وشيء جبار، لكن اللي قدمه المنتخب المغربي شيء للتاريخ. مو اي منتخب يقدر يوصل اللي وصله المغرب. هارد لك حق اخواننا المصريين، وكل التوفيق ان شاء الله. ممثل العرب والافارقه والامازيغ والامه يستاهلوا. بون ايكيب ثالينا، بون ايكيب يستاهلوا مصر. في الكونتراتاك ما يمكن 2-0 مصر ضد الارجنتين، واحد من اكبر مفاجآت في كاس العالم. وانتهى الحلم المصري، وانتهى الحلم المصري، وانتهت الحتوته المصريه، ولكن شرفتونا ورفعتوا راسنا يا مصريين. والله رفعتوا راسنا، والله سرقت المباراة، ولكن الحمد لله رب العالمين. منتخب مصر رفعتوا راسنا. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله. اللي عني يبيع على شوبير برجولية، ملا قرديان ملا غول، وكهيثم زاده ملا وحش. والله العظيم اللهم صلي عني يبيع عليهم. إن شاء الله تكملوا. الناس الكل راهي اللي تبع فيا تعرفني راني نحب الأرجنتين ونحب ميسي. أما اليوم أنا مصري ومعاكم قلبا وقالبا. بالتوفيق لأخواتنا المصريين. جيست حاجة واحدة، ميسي راهو تو باش يعمل شوية طقوس، ردوا بالكم منه في الشوط الثاني. راهو متغشش على الاخر، يعني متعصب كما تقولوا انتم. باش يعدل، فما إمكانية كبيرة إنه يعدل. أما بإذن الله الفوز باش يكون حليف إخواتنا المصريين. بالتوفيق ليكم، ركزوا في المباراة وإن شاء الله تربحوا. كما قلت لكم قبل، راهو مصر وإلا المغرب واحدة فيهم باش توصل للدومي فينال. إن شاء الله توصل مصر، وإن شاء الله زاد المغرب زاد توصل. هذوك جيش رونالدو ارتاحوا. اسمع واحد لوفر، راه ما باغيش واخا كنشجع ميسي، راه ما باغيش ميسي يدي كاس العالم. قصينا ما يصرفش في حاله، داه بارك عليه. كاس العالم راه غيداوه به. يا جنون. حكيمي كيجري وسط التيران تيبكي، القجع شاد لابيل مع الهاتف. انا سخفان في القهوه، جنون. الناس كتجري في الزنقه عريانه. فاق راه تابعنا فرنسا. ندوزو فرنسا ونشوفو هادشي. هاي حافظ دريم. حلم لا حلم يا جدعان. والله العظيم مش عارف. والله في حاجة. يا معزة والله في حاجة غلط يا جدعان. لا استنى يا جدعان، حد يفوقني. يلا يا شوبير، يلا يا مصطفى، يا رب وحش يا مصطفى. الله يا مصطفى، الله. يلا اعملوها يا مصر، كملوها ان شاء الله.
لسنا الأفضل، ولكن نحن الأعنف والأشرس والأقوى والأوطن. وطنية عندنا ملهاش حدود. كنا محتاجين مدرب زي حسام حسن، شوارعجي بتاع الشارع، عارف انت اللي عايش على الاسفلت، شبه الناس دي، اللي هو ايه عايش في الشارع. عشان كده شخصية اللعيبة في أرض الملعب مرعبة. هقول حاجة وأتحملها، أعتقد إن إحنا كسبنا الأرجنتين والماتش خلص. في شوط تاني لسه، بس حاسس كده، والله أعلم. الهدف الثاني الأرجنتين، الهدف الثاني الأرجنتين، الهدف الثاني الأرجنتين، الهدف الثاني، الهدف الثاني. حرام 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 حرام. مصر ام الدنيا 2-0. كفو يا الفراعنه، تحيه مصر. كفو كفو كفو. شو رايك بالهدف الثاني؟ شو رايك محمد؟ ديما مصر. يا ياس 2-0 لمصر ام الدنيا. تحيه مصر. ان شاء الله فايزين وان شاء الله متهرين باذن الله باذن الله. قسما بالله كفو، قسما بالله رجال، قسما بالله وحوش. اذا امس الدون خرج ارجوكم اسعدوني اليوم. جول في مصر. وينصر فيكم يا رب يا رب، بجاه قادر كريم بين الشوطين. يا رب يا رب هب لنا من لدنك نصرا مبينا يا الله، نصر يفرح أهل مصر وينيموا غزة بعزة، وتنام إسرائيل ومن والاها محروقين مكيودين من إنه إحنا ند إلهم يا رب في كل المجالات. يلا نكمل. جول جول، لغى هدف، والهدف الثاني والهدف الثاني والهدف الثاني والهدف الثاني. جننتونا يا مصريين، جننتونا جننتونا. الله متفائل والله، متفائل والله، متفائل اليوم والله. عملتوا شو عملتوا يا مصريين؟ شو عملتوا يا مجانين يا مصريين؟ شو عملتوا؟ هبو 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 هبو. شو عملتوا يا مصريين؟ صابوا هالوسميسي 2-0. مستحيل مستحيل. لا 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 لا. والله ميسي سجل.
احكي الحقيقه، شوبير بده يشيلها على الشمال. يلا شوبير على يسار. يلا 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 عم جرب على يساره ويشيلها. لا 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 وانا دابا جاتني التغرغيره، جاتني التغرغيره انا والله جاتني التغرغيره، جاتني التغرغيره دابا انا، جاتني التغرغيره انا خوتي، خودنا جاتني التغرغيره. قلوبنا معكم، قلوبنا. والله ما مصدق، والله ما مصدق. مصر خسرانه الارجنتين مش على الشريك. تفضل يكسب ان شاء الله يا رب. مصر هيكسب الارجنتين في الشوط الاول. اوفا شوبير يعني اللي هو لا 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 يا جدعان، احنا كسبانين الارجنتين 1-0 وعاملين عليهم ماتش. لو تكمل مش عارف اعمل ايه، يعني مش عارف هقلع ايه. بص مصر قدام الارجنتين، بس والله تحيا مصر، رجال كفو، كفيته وفيته يا الله. شو رايك اخوي محمد؟ صراحة مصر والله أداء استثنائي، يعني أنا أشجع الأرجنتين لكن فرحت مع كل جول لمصر. يستاهلون والله الإشادة، يستاهلون. شو تقول محمد؟ شايف اللي يسميك الفوز من عمق الزجاجة؟ إيه؟ اليوم صار في ميسي والأرجنتين، المنتخب المصري أحرج الأرجنتين صراحة، وكأن المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، تخيل على مصر. برافو برافو للفراعنة، هارد لك لهم لكن شرفونا. الجمهور المصري في سلطنة عمان اليوم وسط أجواء الخريف والرذاذ. آلاف الجماهير تجمعت اليوم من الجالية المصرية المقيمة، ما بنقول المقيمة، هم أبناء البلد. اليوم يجتمعون من أجل مؤازرة المنتخب المصري، وبإذن الله مصر تتفوق على الأرجنتين اليوم في مهرجان ظفار. اليوم هنا من موقع راسك، يسلم راسك يا ياسر، يسلم راسك يا ياسر. قول لمصر، قول لمصر، للفراعنة، لأسود النيل، لأسود العرب. قول شوف 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 هوب 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 هوب. أقرب شيء لما تدخل السياسة في الكورة، والله هذه سياسة دخلت في الكورة ورب المصعب. صلاح له بلنتي يقلب النتيجة 3-2 لمصر، ما رجع حتى للفار. ليه ما رجعت للفار؟ لا حد يزعل، ما ابغى اشوف ولا مصري يزعل الا على الحكم، ما تزعل من فريقه. مصر لعبت مباراة كبيرة، مصر عالمية وشوبير عالمي ولاعيبة مصر كلهم عالميين. هم مش مصدقين نفسهم ان هم غلبوا. ميسي بيعيط وهو خارج لانه مش مصدق انه غلب، بس معلش الحمد لله، وكنا رجاله وكنا جامدين، واحنا وراكم برضو وبنحبكم وعملتوا كل اللي عليكم. معلش معلش. ظلموك يا ماستر، ولا ظلموك؟ ظلموك يا ماستري، ظلموك. والله انا متأثر، كنت عاوز احبك تفوز بس ما فزت. ماستر برضه الملعب. ميسي عمره 49 سنة، بكوع كان يجيب كورة واسد. ما عرفتوا تمسكوا حالكم شوي لعيون الناس اللي بتشجعكم والناس اللي وراكم. هذا تسليط عذاب من ربنا لا يقوم قائما بهذه الأمة، لا بالكورة ولا غيره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. قلت لكم مصر اليوم حتفاجئ العالم. هدف في أول 10 دقائق، وشوبير يصد ضربة جزاء، والميسي يا رب. بسم الله ما شاء الله. أنا قلت لكم وش خير على مصر، وش خير على مصر.
شوفوا مصر حتربح 2-1، حتفاجئ الدنيا. ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. المصريين نايمين ولا ايه؟ قوموا في مباراة الأرجنتين. المصريين صاروا بيتفائلوا فيها. مصر علمتونا تاني، رجعتونا تاني ازاي نحلم. بعد كل ماتش نزلنا الشارع واحتفلنا وانبسطنا. بحلف بالله واتحاسب على حلفاني، هي كانت 3-3، والله انها كانت 3-3. قادرة اصدق اني عشت كل التفاصيل دي وهحكيها لعيالي ان شاء الله، حتى في كاس العالم اللي جاي. اقسم بالله اني فخورة. انا مش هشتم الحكم، انا هسيبكم انتوا تشتموه. وفي حاجة كده فينا احنا كمصريين، بس كمصريين مش كعرب، سواء كنت صعيدي او لا ما بنسيبش طارنا. الطار ده يتاخد اول باول. احلف لكم بالله ان ياسر اول ما دخل هو ما كانش همه المنتخب قد ما همه انه يعلم عليهم، وعلم عليهم فعلا. وزيكو لما ما اتحسبلوش الجول الاولاني ولا همه، الجول الثاني اتحسب غصب عن ابوهم. واللي فاهم فعلا ومدقدق عارف ان احنا ما كناش هنصعد خالص بعد الحركه اللي عملها حسام حسن مع العلم. كومنتات مفتوحه. عرفتو كنحس بالدول الافريقيه مع المغرب داير بحال داك ولد خالتك اللي كيكون واصل، كتبقى لك ديما امك كتقول لك شو تبارك الله ولد خالتك فين واصل وانت كاع ما طفرتيه، بحال هكاك دايرين. داك الشيء كاع ما كتكون كتحملو حيت واصل، حيت كيبقاو يقارنوك بيه وانت ما قادرش توصل لك. ولكن فهموني، راه واخا هكاك راه حنا نطلع عليكم لبرا. مشرفين بالدول الافريقيه. تخيلوا المغرب البلد الوحيد اللي في افريقيا اللي باقي في لاكوب دو موند. طلعين ليكم لبرا النيفو مطلعينه. ولكن شوف تعلموا صاحبي تلعبوا كره، وما كنتوش تعرفوا كره ماشي موش كيجيو عندنا حنا نعلموكم. حنا الدار الكبيره كاع ما نعزوها فيكم. مرحبا. فيقوا معايا شويه ودابا صافي ما بقى ما تفيقوا معايا. يلا سير حيد عليا. شوفوا والله تا اكبر هارد لك المنتخب مصر. اكبر. الله الله يا شوبير، الله هنكسب، والله هنكسب ان شاء الله، هنكسب يا شوبير. راجل يلا، راجل يلا. جون الاول ياسر ابراهيم. ايوه الله يا بلادنا. الله يا رب 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 يا رب. اقسم بالله سيناريو ابن حرام، اقوى ريمونتادا بتاريخ كاس العالم. سيناريو ابن حرام. الارجنتين عاد بريمونتادا تاريخيه قدام مصر، قتلوا احلام مصريه 3-2. ميسي شو عملت؟ ميسي شو عملت؟ اقسم بالله سيناريو ابن حرام. مصر على وشك 10 دقايق كانوا 2-0 اصبحت 3-2. يا الله اللي صار سيناريو دراماتيكي، والله العظيم سيناريو دراماتيكي موجود بالراس. بس اقسم بالله لا ترفعوا راسكم. اهل مصر ارفع راسك. مصر كتبت التاريخ، عذبت الارجنتين. المصريين على وجه احبابنا المصريين. ضيع ميسي، ضيع ميسي على ود مصر، ضيع. حنا خوتنا المصريين غنجي معاهم اليوم. انا ما بقيتش كنحمل الارجنتين. ويلي تا مالهم هادو ديما بينالتي لميسي. مالو اخويا؟ شوف ضاعت والله. برافو الحارس، برافو العازل. من الخدمة هكا وطردونا من الخدمة. الله غالب. ملا مباراة وملا أعصاب. الرجعة تغيظ، الرجعة توجع القلب، والله العظيم الرجعة توجع القلب. من 2-0 وهدف ملغي إلى 3-2 للأرجنتين، والله العظيم وجع قلب. الله غالب. اللي عليهم عملوه، اللي شرفونا حتى بخروجهم. هذا خروج مشرف، والله خروج مشرف. اعطوني تنفس. حمدوش ناطر ميسي يطلع برا ولك، كلكم مصر. اقسم بالله من قلبي انكم رجال، من قلبي انكم زلام، من قلبي انكم قدمتوا مباراة للتاريخ امام بطل العالم ارجنتين وامام افضل لاعب ميسي. اقسم بالله حيشهد التاريخ لهيدي المباراة اللي قدمتوها. اقسم بالله يا مصر. بس بالاخر هذا ميسي وهذا الارجنتين. شعلت راسه لحمدون. كلكم عمك، هذا عمك ولك عمك.
والله العظيم والله العظيم انا فخور بكل لعيب في المنتخب. انا عارف طبعا ان بعد الماتش كل واحد عايز يشيل حد الليله، ومرموش مش عارفه ايه، واللعيبه اللي تعبت، وده ما رجعش يغطي، واصل التغيير والاصابات، وكابتن حسام حسن ومش. اقسم بالله انا فخور بمنتخب بلدي، فخور بمنتخب مصر. اقسم بالله مباراه للتاريخ، وما كانش مطلوب منكم حاجه اكتر من اللي انتوا وصلتوا له. كنا باغيكم تكونوا في الفينال، كنا باغيينكم توصلوا للليان، ولكن لعبتوا بشرف، لعبتوا بعز، لعبتوا بكل شيء. ببالكم برافو 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 للمنتخب المصري، برافو الفراعنه، ما شاء الله عليكم، الله يوفقكم. وديك ود الحرام دميسي الله يعطيه مصيبه. اللي حصل في ماتش النهارده بسبب الحكم ده الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. جماعه اقسم بالله احنا طالعين مرفوعين الراس، والعالم كله عرف، وحسام حسن وضح للعالم كله. واللي حصل في ماتش النهارده بسبب الحكم ده قسما بالله كل الناس عارفه وكل الناس متاكده بسبب تصريحاته، بس ده ذكر وعلم على كل الناس واحنا خارجين مرفوعين الراس. اتمنى بس العالم كله يشوف المسرحيه الهزليه اللي حصلت من الفيفا دلوقتي ومن حكم الماتش ده، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل. مرحبا بكم. لن أقول هارد لك للمنتخب المصري، سأقول ألف مبروك للمنتخب المصري على هذه البطولة، على هذه المباراة البطولية، على كل ما قدموه على أرضية الميدان. صراحة شاهدنا منتخبا قاتل حتى آخر لحظة، حتى آخر رمق، وكل الإشادة كذلك بحارس عملاق يتعملق مع السنوات، يكبر وزنه أكثر ومشى. أقسم بالله أنا فخور بمنتخب بلدي، فخور بمنتخب مصر. اقسم بالله مباراه للتاريخ، وما كانش مطلوب منكم حاجه اكتر من اللي انتوا وصلتوا له. في المرحله دي صعب الواحد ما يزعلش، لانه احنا كنا قاب قوسين او ادنى، احنا كنا مسكين الماتش، احنا كنا متاهلين خلاص. وحبيت انه ازاي بجد لعبوا بشخصيتهم وكانوا مسيطرين، ولا كان هممهم، كانوا بيلعبوا بروح حلوه وفنيه. وميسي والارجنتين كده كانوا مرعوبين، وكانوا مذهولين. ميسي كان مذهول، ميسي طول الوقت عامل كده. ايه اللي حصل في اخر 10 دقايق انا ما اعرفش. فصعب الواحد ما يزعلش انه احنا فعلا كنا خلاص، يعني حرام انها تروح كده في اخر حاجه. مثاليه بمعنى الكلمه. مبروك يا مصر. للأسف والله العظيم يا مصريين كنتم رجال وفراعنة على أرضية الملعب، أبدعتم. بس هنعمل إيه؟ هي الكرة كده، هي الكرة زيها زي الدنيا، زي بعض. مرة بتديك ومرة بتديك على قفاك، ما بتعرفش هي معاك ولا ضدك، هي عدوتك ولا صاحبتك، هي حبيبتك ولا مرات أبوك. هي كده، هي حظ. سبتونا لوحدنا، كل العرب راحوا، ماتت قلوبنا. شو تحس حالك انك فايز؟ انك المباراة ما انتهت، يعني المباراة ما انتهت. الشباب قدموا اداء خرافي، بس انت لازم تلعب حتى بعد صافرة النهاية. اعمل بدك اياه. فرصة انفراد بالجهة اليسرى لمصر، بدل ما تشوت والزاوية مغلقة في 2 ورا. بكل الأحوال يعني نتيجة قاسية، وكنا نتمنى أنه مصر تفوز، وكانت تستاهل أنها تفوز. وهذا أكد أنه ما فيش إشي اسمه أسطورة، ما فيش إشي اسمه فريق لا يقهر. المنتخب المصري اليوم رفع رأس العرب، اليوم كل العرب محتفلين. وإذا بتشوفوا الآن على الشاشات شوفوا كم دولة، من 10-11 دولة منقول رياكشن وردود الفعل. باختصار يعني بذلوا جهد، استحقوا الاحترام، استحقوا التقدير، قاتلوا كل لعيبة منتخب مصر. حسام حسن يعني ترفع لك القبعة، قدمت أداء مذهل بفريقك، خليتنا نحس انه احنا انا كمشاهد دخلت المباراة يعني المهم نطلع بأقل نتيجة ممكن، لكن بعد اللي شفته من اول ربع ساعة. شوف يا مولانا، انا اللي عندي عن التحكيم في ماتش مصر والارجنتين قلته في اللايف، وغالبا مش هكرره تاني. يعني في الحلقه ان شاء الله بالليل على القهوه مرتده هنحكي، والعربي بلس هنحكي في الموضوع ده. بس انا عندي سؤال بجد، لما تبقى لاعب في مانشستر سيتي
وتبص على منتخب بلدك اللي هو المواهب فيه قليله، وتلاقي لاعب من ريال اوفيدو ماسك لعيبه الارجنتين بيلعبوا مع الشناكل، اللي هو بيدلعهم، ممسكهم كده، ممسحهم النجيله، تمام، منيمهم على بطونهم حرفيا في الملعب، وانت تنزل الملعب خايف ومتوتر ورجليك مش شايلاك، وبعد ما نزلناك ب3 دقايق عايزين نطلعك. والله اللي انت مباراة، لكن لاعبين المنتخب المصري لعبوا مباراة قتالية حماسية، سجلوا جولين، كانوا الافضل في معظم فترات المباراة، تعبوا الارجنتينيين، والله تعبوهم فترات كثيرة من هذه المباراة. ميسي حتى لما جاب جول مش مصدق اليوم بالذات انه جايب جول، خد نفس طويل لما جابوا التعادل. فعلا الارجنتينيين يوم تعبوا امام المنتخب المصري، والمنتخب المصري ادوا اللي عليهم ولعبوا. بالنسبة لنا والله شوف بس يصيح يبكي لأن كان الخروج في لحظة ما قدام عينه. شوف ميسي اليوم تعبوه المصريين، لكن في النهاية هذه كرة القدم. مبروك الأرجنتين، مبروك الأسطورة ميسي، مبروك الجماهير الأرجنتينية، هاردك لنا احنا كلنا اللي شجعنا منتخب مصري. لكن نقول منتخب مصري منتخب والله أديتوا اللي عليكم، رجالة اللي بالمصري نقول لكم إنه والله حتى مشاعرنا متخربطه الحين، لان انا بالنسبه لي انصدمت والله 2-0 وكان ممكن وتصرخ وتقول هي ما مشيتش ليه وتحمل غلط على ناس كتير، وحقك تماما وانا زيك بالظبط. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه يا جماعه خالص بقى ميسي فيفا اي حاجه حسام عندك اي كلام تقوله خليه على جنب ارجوك، وما تخليش السيناريو اللي خسرنا بيه ينسيك حاجه واحده، انك تقول للرجاله دي شكرا انك كنتش تحلم بالسيناريو ده، ان انت فقت توقعاتك. انت كسبان الارجنتين لمده 80 دقيقه، كسبان بطل العالم لمده 80 دقيقه، فانت فخر. الرجاله دي تستحق. قبل ما نتكلم في اي شيء ونقعد نرغي ونقول اللي احنا عايزينه كله، هطلع اعمل حلقه هتكلم واسمعكم كل اللي انتوا عايزينه. بس شكرا يا رجاله مصر، شكرا يا عميد، شكرا للجمهور اللي حضر، شكرا للعرب والجاليات اللي في كل حته اللي ساندت المنتخب المصري، والمكسب مش بالعافيه. مصر عملت كل شيء بكرة القدم، كل شيء ممكن انك تفكر فيه، سجلت اهداف، دافعت كويس، طلعت فرص، كل شيء. بس بيلعبوا ضد ميسي، بيلعبوا ضد افضل لاعب في التاريخ. بدي احكي لك يا مصر والله العظيم شجعتك من كل قلبي، زعلان عليك ومحروق قلبي عليك يا مصر. بتقدم 2-0 ليش ما حافظتي على النتيجة يا مصر؟ ليش ما حافظتي على النتيجة؟ كان بامكانكم تفوزوا، كان تسجلوا الثالث وتنووا عليهم. كيف تعطيهم هيك امل؟ رامي ربيعه يا اخي كانت مركزته كويس بالهدف الاول، كان ما صار اللي صار. يا الله مباراه يا اخوان، لعبت بمشاعرنا اخر 10 دقائق، قلبت حالنا، كنا مبسوطين وفرحانين. ميسي اشتغل على الدقيقه 80، على الدقيقه 80 اشتغل ميسي، تحول 2012، تحول ميسي 2012 ميسي. كنت اخسر، ما كنتش هوصل. انا خلاص كنت بفكر في دور الثمانيه. انا كنت دلوقتي دماغي انا هعمل ايه مع كولومبيا، هنوقف خامس رودريجيز ودياز ازاي؟ ليه 5 دقايق؟ كل ده اتبخر في 5 دقايق بس. هو احنا ليه ما عندناش حاجه بتكمل؟ يعني هي لو حتى من اول الماتش مش هتيجي، ما نجيبش الجونين، ما نفرحش، ما نتعشمش، ما توصلش لحد كده. انا حاسس ان انا مش هكلم نفسي في الشارع يعني مش عارف. انا حاسس ان انا هروح العباسيه. ليه بالاول؟ ليه جبنا جونين؟ ليه جبنا جون واثنين وكنا 2-0 وفاضل 10 دقايق وبنفكر هنلاعب مين الماتش اللي جاي؟ ليه ما عندناش حاجه بتكمل؟ ليه ما عندناش فرحه بتكمل للاخر؟ حاسس ان انا مش عارف، ما عندناش حاجه بتكمل للاخر، ما عندناش فرحه بتكمل. الرجاله عملوا اللي عليهم. الحكم اكدنا اكتر ما احنا عارفين ان مصر ام الدنيا، وان يعني متغاظين مننا قوي كده. يعني على فكره احنا الستات اصلا ما بنفهمش في الكوره قوي يعني، بس رغم ان احنا ما بنفهمش في الكوره بس هي واضحه، اي حد ما بيفهمش واضحه. الحاكم ظالم ومش طايقنا، يعني واضحه قوي. كل ما حد من اللعيبه يلمسوا بعض يطلع له كارت اصفر. ايه اللي هو بيعمله ده؟ بس على فكره يكفينا فخر ان احنا وصلنا للمرحله دي، يكفينا فخر ان علم مصر اترفع في كل الدول العربيه، اتوحدت في ماتشات كوره. يكفينا ان الرجاله بتوعنا بينوا الاخلاق العظيمه. فتحيا مصر 1000 مره، وتحيا للمنتخب المصري الرجاله. ولا يهمكم ان شاء الله السنين الجايه نحقق فوز ومكسب، ولو ان شايفه ان احنا حققنا فوز ومكسب. ويكفينا ان احنا مصر ام الدنيا بكل اخلاقنا وحضارتنا وثقافتنا وبالمرحله العظيمه. طلوع الفيفا اوكي
ابو 40 سنه العجوز انخنمه كمان وطز عليه، والحكم كل شوي يعطي كرت اصفر للاعيبه. خير يعني انا شوي ابويا هياخذ كرت اصفر. جبار المصريين عن جد يعني. حسبي الله ونعم الوكيل، والله لقيم الليل وادعي عليكم. رسالة للجماهير المصرية اللي فرحانة أو بتشجع ميسي أو مش مضايقها خالص المنظر الفريق فيه والجماهير فيه، يعني يا ريت تخلي ده لنفسكم. والله يعني أنا حاسة إن أصلا حاجة عيب، يعني المفروض تخلوها لنفسكم. يا ريت بجد تسيبونا في حالنا وتبعدوا كده عننا على السوشيال ميديا. عشان هارد لك المصريين اليوم داروا ماتش كبير كونت الارجنتين. اليوم داروا ماتش عباد الله فيه الكره وفيه المتعه وفيه بيوته، وتحرموا من البيت والحكم هلكهم والظلم. الحقره ديال بصح شي كاب فيردي اقسم بالله العظيم وكلكم لاحظتوها فرشات منتخب الارجنتين. شي كاب فيردي قالت للعالم بان الارجنتين اما كتسوى والو، افريقيا خاويه، افريقيا دايره الشنعه، افريقيا عمي امثاليه ديال بصح، والتحكيم معاهم وكل شيء معاهم. انا بغيت نعرف واحد القضيه، واش هاد ميسي هذا حيت لعب في امريكا بغيتو يعطيوه كاس العالم ولا شنو؟ راه هي ديالها. هاد ميسي اللي كيلعب في امريكان هي كتقول ليه ها كاس العالم، ما حدك جيتي لعندنا وبينتينا شويه الكره غنعطيوك لا كوب دي موند تستاهلها. راه حشومه اليوم مصر تحقرات ومصر ظلمات، ولكن داروا ماتش كبير قسما بالله، داروا ماتش كبير. برافو المصريين برافو. دابا تأكدت بان كاين المشترى في الكره، كاين الماتشات مبيوعين. دابا تأكدت مصريين لعبتوا مزيان تشابو. بيبان لكم كنت أكثر فأكثر. أوفا مصطفى شوبير نجم كبير قادم ويستحق حراسة مرمى الفراعنة. ألف مبروك للمنتخب المصري رغم هذه الخسارة، رغم الخروج، لكن بطولة كبيرة قدمتموها. والله ما تحزنوها المصريين وحق الرب، كمغربي حر حنا عزعنا الكرة، حنا خلينا مواقع السوشيال ميديا وهذاك الشيء اللي كيديروا لنا المصريين. حنايا مغاربه كوايريه اللي كوايري مصر دات مقابله العمر اقسم بالله هي حتى كانت عاد تاهل، ولكن كنشوف التحكيم غير عادل. كنشوف التحكيم ديما جا ضد المغرب في 2022 في الدومي فينال عطى فرنسا ودابا الارجنتين. والله المصريين احتراماتي، والله شرفتونا واحتراماتي صراحه. حنا كنبغيو الكره الجميله، وهذه اليوم قدمتوا كره جميله بصراحه. والله قدر الله ما شاء فعل. هارد لك بجد، مبروك لمنتخب مصر على تشرفنا بالاداء الحلو ده، وان شاء الله الجايات احسن. يعني هارد لك. اصحابي جايبيني اتفرج على الماتش في سبورتايا كلها ارجنتينيين عشان القهاوي كلها فولي بوك. رجل المباراة دقيقة للتاريخ، من بعدها تدخل التاريخ نفسه لينهي المباراة. هارد لك مصر، شكرا. في كلام كثير بعدين. مبروك الأرجنتين، ومنتخب مصر لا يستحق الخسارة عطفا على الأداء في الدقائق الأخيرة. تستاهلوا والله، ما تستاهلوا الخسارة هذه. خويا شوبير برافو، حارس مرمى كبير، برافو الدراري. ما كاين لا الحيس لا والو، هذه الحقيقة. حنا مغاربة عزعنا الكرة، واخا تكون عدو ديالي ولا تهضر عليا خايف السوشيال ميديا ماشي مشكل. تلعب الكره مزيان غادي نخرجوا، حيت حنايا ناس طيبين وكواريه وكنشوفوا الكره جميله. اليوم مصر قدموا احسن مقابله، ما عمري ما شفت مصريين بهذا النيفو. وانا من هذا المنبر هذا كنقول لهم تحيه لكم، خرجتوا مرفوعين الراس، برافو عليكم. ما تستاهلوش هذه الخساره لان خسرتوها في الدقائق الاخيره. كان شويه ديال التركيز وشويه ديال التركيز كنتوا على الله الا كنتوا عاد تاهلوا كونتر الارجنتين. الارجنتين غير منفوخين اعلاميا، هاد الناس هادو غير منفوخين اعلاميا. شويه ديال الحظ وشويه ديال التركيز، والله الا كنتوا عاد تربحوا. تحياتي لمصر ماشي مشكل، وقلت لك المغرب دابا كلنا نشجعوا المغرب، كلكم مع المغرب دابا. يلا والله العظيم انا فخور
بكل لعيب في المنتخب. انا عارف طبعا ان بعد الماتش كل واحد عايز يشيل حد الليله، ومرموش مش عارفه ايه، واللعيبه اللي تعبت، وده ما رجعش يغطي، واصل التغيير والاصابات، وكابتن حسام حتى نجيب الثالث جابوا علينا الاول والثاني وجابوا الثالث. مبروك الارجنتين وهارد لنا كلنا. شو رايك خساره مصر؟ انا ما اشوفها خساره لما تلعب بهذا المستوى وهذا الاداء. انا ما اشوفها خساره. المنتخب المصري لاول مره يوصل للادوار الاقصائيه وفاز في الادوار الاقصائيه من 32 الى 16. المنتخب المصري واجه المصنف الثاني عالميا الارجنتين، المنتخب المصري واجه افضل لاعب في العالم في التاريخ ميسي، المنتخب المصري واجه حامل اللقب المنتخب الارجنتيني، رغم ذلك لعب معاه ند بالند. ند بند 2-0 فايز عليه لين اخر الدقائق تحولت ل 3-2. توافيق، عدم تركيز دقائق الاخيره، الخبره قليله مقارنه بالارجنتين، لكن الشكر لمنو؟ للقياده المصريه، للشعب المصري العظيم. صنعوا لنا بطوله، اجواء ودعوات كبار صغار امهات اباء، يعني شفنا بطوله للتاريخ لمنتخب مصر. فانا ابارك لكم، ما بقول حظ اوفر وهارد لك، مبروكين للوصول لهذه المرحله، منتخب مميز، مبروك حسام حسن، مبروك اللاعبين، وبتشوف ان شاء الله احلى استقبال، رغم ان هي خساره لكن بيستاهلون احلى استقبال على هذا الاداء المشرف. مبروك مبروك، لا تزعلون، مباراه وانتهت، قدمتوا بطوله. بس ماتت فينا النخوه، يمكن نسينا في يوم ان العرب اخوه. شجعونا بالله عليكم، شجعونا، ده احنا عرب، ده احنا مساكين، ده احنا بنحب، والله العظيم بنحبكم، ده احنا نية، المغاربة نية. شجعونا الله يرحم لكم الوالدين، شجعونا، شجعناكم اليوم، ولكن هذا الله الكورة بتطلع حرام، الله ياخذ فيها الحق، الكورة. شجعونا، ما تخليوناش بوحدنا، شجعونا، راكم خليتونا بوحدنا. يا سيدي ربي في الخلعة ديال بابي. للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة لالا العروسة الحصرية. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار. في ده يا ابني ما ملوش غير طريقين. بص، هما طريقين خلاص. في طريق ده بتاع الشغل المحلي. الطريق بتاع الشغل المحلي ده انك والله الواحد يشوف له كام صفحه يصيطوه على الناس اللي لما تيجي تشتمه فيوجهوا الصفحات دي ان هي تشتم في الناس اللي بتشتمه والكلام ده كله. ده سكه في ناس كتيره بتمشي فيها. وفي طريق تاني ان الواحد يقعد مع نفسه ويراجع نفسه ويشوف هو غلط في ايه، ويشوف اللي هو بيعمله ده اخرته ايه. من اكتر اللعيبه اللي خذلتني، من اكتر، انا بحاول قدر المستطاع ان انا ما انفعلش، وبحاول قدر المستطاع ان انا اقول الكلام باكتر طريقه مؤدبه، لان اعتقد في طيات الهدوء والادب الناس حاسه بكم غضب محبوس جوه الواحد مش عارف يطلعه. هنفوق امتى؟ مسيرتك ماشيه في الاتجاه المخالف مع المنتخب، اكتر لاعب خذلنا في كاس العالم. طب ايه؟ طب ايه؟